يلا كل سنة وانتم طيبين يا ولاد، فاضل لنا كام يوم ونخش على العشرة الأواخر. لا لا، مش من رمضان، انتوا فهمتوا غلط، من الدنيا بحل. الكوكب بيلم ظرف، ايه الأخبار اللي حوالينا؟ ما تطمنش يا ولاد. كل ما افتح يا ولاد اشوف حد بيتكلم في الموكوسة اللي اسمها الأخبار دي، الاقي مش عارفة وتم ضرب دولة مين لضربة مين، واحنا قاعدين مترقبين الموقف. وبعدين يقول لك بقى بدل المصيبه الكبير، يقول لك الاستاذ جوز كوري مسك بنته اللي هي عندها 13 سنه المفاعلات النوويه. نهار اسود يا ولا، كوكب كله بقى متوقف على عيله عندها 13 سنه. مش عارفه لا ولاد، حسيت فجاه انني بقى احترم الاطفال. بالكم انتوا اني كان من سن 10 سنين لسن 17 سنه كل اللي اشوفه كريته على قفاه. مش عارفه لا بقى بيعدي من قدامك احب على يد. شوفوا الوكسه يا ولاد. بس ده برضو يبص في روحنا، روح الطمأنينة والتفاؤلولي. لا بقى يا ولاد، لان البنت صغيرة عندها 13 سنة بقت بتاعي نووي يعني مسكت المفاعلات النووية وانت عندك 35 سنة، ما كنت مش عارف تمسك ايدك المخرومة ده عشان تعمل حاجة للمستقبل؟ يخرب باتك. يلا ديك مش هتلحق لا مستقبل ولا زفت تنفق دماغ، مش مشكلة يا ولاد. انتوا بقى يا ولاد بقى انا ببص فيكم روح التفاؤلولي. يعني دايما كنت اقول لكم هاتوا ورقة وقلم واكتبوا كده الاهداف اللي انتوا عايزين تحققوها. لا انتوا تمسكوا برضو الورقة والقلم بس تكتبوا وصيتكم. لا بس هتكتبوها لمين؟ مين هينفذ؟ ما على رأي العم ضياء كله رايح.